هو ابويا لسه ما جاش ياما؟ يجي ازاي يا حسين يا ابني؟ مش لما يشوف الاول اختك هنيه ليه زعلانه من جوزها، ويفوت بعد كده يهني الشيخ عبد الباري بعد رجوعه من الحج، ويفوت يطمن على فلان الله الله وعلان. الله الله الله. وهي الحاجات دي بتزعلك ياما؟ يا ابني كل شيء وله حد. احنا لسه عندنا بنتين ما تجوزوش يا حسين، ولهم برضه حقوق عليه. وهو ابويا قصر مره في حق بنت من بناته؟ الراجل جوز سعديه وجوز هنيه جوازات محترمه، والاتنين متهنيين متعززين في بيوتهم. ولما يجي دور هانم وفاطمه تاكد انه هيعمل المستحيل علشانهم رفرين. المستحيل اللي هو اهدى يا حسين والنبي يا ابني تسكت وتخلي اللي في القلب في القلب. يعني ما كانش يقدر ابوك بدل تضييع الوقت ده كله في اللي يسوى واللي ما يسواش يدور على مصلحته بس؟ انت تعرفي قبله ان كل اهل بلدنا بيحبوا ابويا قد ايه؟ ايوه اتغدينا واتعشينا من حبه. اللي اعرفه ان الناس تدور على اكل عيشها الاول، يعني الشيء الاهم، مش النهارده بيصلح فلان وبكره بيجهز فلانه وبعده. وهو ابويا قصر؟ ده بيشتغل ليل ونهار في الغيط بايده. ايده دي اللي كلها خير وحب الناس له ثروه ياما. وابويا انسان وهب نفسه لخدمه اهل بلده. ربنا بس يطول لنا في عمره. طيب طيب يا سي حسين، وانت يعني كنت هتقدر تمنعه ولا تقول له اللي لازم ينقال؟ امنعه ازاي بس؟ إيه اللي امنعه دي كمان؟ تعرف ياما، انا لما بمشي في البلد ببقى ماشي وراسي مرفوعه لفوق. انت ما عندكيش فكره قد ايه الناس بيعزونا ياما. ما هو ما فيش فايدة، أنا عارفة انت وابوك فولة واتقسمت اتنين. ها ما قلتليش هتاخد معاك شوية الفطير المشلتت دول؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ده انا وانا في مصر ببقى اكل القرص اللي كنت عملتها لي الدور اللي فات، فاكراهم؟ أنا وانا باكلهم ادعي لك ياما أنا والله. عاملة لك الدور ده شوية كتار عشان تودي البيت عمك عبد المحسن أبو سامية كام واحدة كده. الحقيقه يا اما ساميه كانت مبسوطه من المنين اللي بعتيه لها بشكل. ولما شافني الاستاذ عبد المحسن الراجل بمنتهى الادب واللطف قال لي المنين ده احسن من البسكوت. يا سلام الناس دول ما فيش بعد كده. يا ريت يا ريت يا ابني يا حسين ربنا ينوي لك اللي في بالك. ما اظنش ياما. صحيح ساميه زميلتي في الكليه وبيننا وبين بعض تفاهم وموده، لكن عمري ما فكرت انها تكون ليا في يوم من الايام. ليه يا ابني كفل الشر؟ هو انت تقل ايه عن اي واحد من اخواتي؟ صحيح احنا ناس على قد حالنا لكن ده مش عيب. اذا كان على ساميه وابوها ما عندكيش فكره انا مكانتي عندهم ازاي. بس امها هي اللي بيتهيألي تملي بتكلمها عن ابن فلان وابن علان، الاغنياء طبعا. ساميه هي اللي بتقول لي تصوري. انما للاسف بقى متهيألي يوم ما هتتخرج مش هتقدر تقف قدام الطيار ده. لا متهيألك. انت دلوقتي بص لدراستك والشطر كده يا حسين، وهو يا ابني فاتك كتير ما بقاش الا القليل. على كل حال الاسبوع اللي قعدته هنا انا راجعت فيه كل المواد اللي كنت عايز اراجعها، والكام شهر الباقيين على امتحان الليسانس ربنا يسهلها ويفوتوا على خير رخرين. طب وليه يا حسين ما تقعدش هنا يا ابني كمان جمعة ولا اتنين؟ لا يا اما مش ممكن. دي سامية واخدة مني كتب ومذكرات، وانا كمان واخد منها مراجع. ولازم كمان قبل ما ندخل الامتحان نعرف مستوانا ايه احنا الاتنين. طب يا ابني ربنا يوفقك ويوقف لك ولاد الحلال ويسعدك يا حسين يا ابن جليل. روح وانا قلبي راضي عليه. بس انا مش عايز اكتر من الدعوتين دول. يا اما بقى مادام ابويا اتاخر انا هروح اسلم عليه، وهفوت اشوف اخواتي واسلم عليهم رخرين، وبعد كده اتوكل على الله. يا استاذ حسين، سر الفطير المشلتت ده احنا لازم نعرفه باي طريقه من الست الولد. عجبك يا بابا؟ وعجب والدتك قوي قوي، مش كده يا امينه؟ مش وحش. والدتي كل ما تسمع ان حضرتك والست اتبسطتوا من اكلها تبقى الحقيقه هتطير من الفرح. ما قلتليش سلمت لي عليهم ولا لا؟ وانا اقدر انسى؟ ويا ترى حالكم ايه قبل الامتحان؟ والله الواحد مذاكر المواد مذاكره مفيش بعد كده،
ومع ذلك انا برضو خايف. هو انت تملي تخاف كده قبل الامتحان يا حسين؟ ما هو اللي يخاف يبقى خايف على مستقبله يا بنتي. معذور، هيعمل ايه؟ طب ما انا كمان اول ما بدخل لجنة الامتحان نص اللي ذاكرته بيطير من مخي من الخوف. على ايه يا بنتي؟ انت وراكي ايه؟ على مهلك. هو انت لولا انك مصرة على الكلية ومش الكلية كنت زمانك استريحتي من تعب القلب ده كله. انا يا ماما؟ طب تعب القلب اللي بتقولي عليه ده هو اهم شيء في حياتي وما عنديش اهم منه. كلام فارغ. لا 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 لا، شوف يا أمينة، احنا كل اللي علينا اننا نوجهها، لكن رغبتها محدش يقف قدامها ابدا. انا معلم سامية وكل اولادي على كده. طيب يلا بينا يا عبد المحسن عشان ما نعطلهمش عن المذاكرة بتاعتهم. يلا عن اذنكم.